هو الحقيقة السؤال لماذا تراجعت الثقافة في مصر؟ وسيادتك يعني اتكلمت عن الثأر. هو الثأر ده مش موجود من قبل ما سيادتك تتولد وقبل ما أي حد في القاعة يتولد. ده موجود، تتراجع عليه في الموضوع ده، أنا مش عارف. في نقطة تانية، إيه الثقافة وإيه المثقف وإيه المثقف وإيه المبدع؟ هنتكلم عن مين فيهم ولا مين؟ أولا، وظيفة وزارة الثقافة إنها تقيم المعاقل والدور الثقافية والمتاحف، وأعتقد أنه لم يحدث في مصر قدر ما أقيم من متاحف ومكتبات وقصور ثقافة. ولك أن تعرف أننا عندما أتيت لأكون وزيرا الثقافة كانت هناك مكتبة وحيدة، حتى دار الكتب كانت موجودة في هيئة الكتاب جزء صغير. النهارده مئات المكتبات بتفتح في الأماكن اللي سيادتك بتتكلم عنها. بنفتح كل سنة من 10 ل 15 مكتبة في القرى والنجوع اللي أنا أقول لسيادتك على أسماء مش هتعرف. ده رقم واحد. رقم اثنين، إنه هل الثقافة يعني هي وزارة الثقافة فقط ولا هي الدولة ككل وسيادتك مشترك فيها كمان؟ أنا بقول إن تربية الإنسان دي تربية اجتماعية. أولا علمهولي صح حتى في المدارس الابتدائية، علمهولي في الجامعة وأنا أتسلمه كي أثقفه. عايز أقول إحنا الدولة بتعمل اللازم. تتكلم سيادتك عن 82 مليون وإن اللي موجودين دول هم قلة بالنسبة ل 82 مليون. أيوة، ما دايما المبدع إذا كانش هيكون متفرد أمال يبقى إيه؟ ده الإبداع ده هو التفرد بعيد. وعدد المفكرين والمثقفين في مصر كثيرين، ودي باين قدامك كل هؤلاء. كون إن دولة اديني دولة كده بيجتمع فيها كل هؤلاء في اجتماع واحد لمجتمع كامل بكل إمكانياته. أنا عايز أقول إن إحنا بنشتغل وانت لازم تشتغل معانا، واي واحد لازم يعمل. لما تلاقينا احنا متقاعسين في الموضوع ده ما تقوليش بقى الثقافه تراجعت. ده سلوك تراجع. ده ميراث قديم جدا، مش بعصايه سحريه تقوم تمنعه. النهارده ما بقاش في الصقر، صقر في كل حته في كل وقت. انا كنت اعتقد انك تكلمني عن حاجه ثانيه مش عن الصقر، لأن الصقر ده تاريخ طويل وأصبح بقى بالنسبة لنا يعني حالة مستقرة ومستمرة. أنا كنت أتمنى أن تكلمني عن حاجة تانية، لكن الموجودين دول بيمثلوا وطن عظيم وعددهم كبير، وأنا فوجئت بهذا العدد الكبير من أقاليم مصر. مبدعين مصر كلهم على مستوى رائع جدا وكل واحد بيشتغل. بس اللي أنا عايز أقوله أن هناك فرق بين أن تتحدث عن الثقافة بمطلقتها وعن أنك أنت بتقيم معاقل ثقافية وبتجهز العتاب الثقافي كي تنشره. في كل مناحي الثقافة احنا بنشتغل، واللي مش شايف ده أعتقد أن يبقى ما يقولش منا أو من المجتمع الثقافي. بحيي السيد الوزير على وجوده معنا في المؤتمر. وانا اتذكر في 1984 كنا في محافظه المنيا، كان الدكتور يسري موجود وكان شخصيات يمكن مع بعضهم رحل، ولكن انا بقول بعد 25 سنه وجود المؤتمر في حد ذاته بيشعرني بالفخر والسعاده، وادخل لعده قضايا مهمه جدا مش بتمثلنا انا شخصيا، بتمثل الوطن. يعني اولا الكتب السلفيه اللي بدات تتسلل الى المدارس. انا عارف ان ده مش مسؤوليه وزاره الثقافه، ولكن انا عايز نوع من انواع البروتوكول بين الهيئه العامه لاصول الثقافه وبين وزاره التعليم، بحيث مجلات تنويريه زي اصل الندى وكتب تثقيفيه تذهب الى هذه المدارس فيتربى اولادنا على نوع من انواع الثقافه المعتدله. الجزء الثاني، انا شايف ان حركه الفن التشكيليه في مصر عظيمه ولكن مقصوره على العاصمه واحيانا اسكندريه. اتمنى عقد بعض يعني لو في بناء يبقى مثلا يتعمل زياره كده اسبوع دمياط، بورسعيد، اسيوط كده، يعني لا تقتصر على العاصمه. الشيء الثالث اتمنى ده يمكن للدكتور احمد مجاهد وجود منافذ لبيع الاصدارات في اصول الثقافه. يعني انا شايف ان هي اصدارات كويسه جدا وفي حركه نشر، ولكن محدوده في العاصمه في الغالب. الأنماط المعمارية في من قضية لقضية
الانماط المعماريه في بعض المحافظات بدات في الانقراض. انا شايف ان علينا سرعه توثيق ما وجد منها وما موجود حتى لا تذهب. اخر حاجه، دور السينما في بعض المحافظات زي دمياط انقرضت، يعني احنا كان عندنا 3 سينمات ما عادش ولا سينما. فهل في امكانيه عوده السينما في اصحاب دمياط وغيرها ام ان في مشاكل ما؟ واشكركم جدا. انا مع حضرتك ان الكتب السلفيه مكثفه في المدارس بل في البيوت وفي الشوارع وفي كل حته. طبعا لن يبقى الا الابداع الكبير اللي ممكن يبدع ضد هذا. الاعلام، تلفزيون وجرائد وكل ما هو متصل بالمقروء والمسموع والمرئي، لابد ان تكون هناك بالفعل خطه قوميه للمقاومه، خطه قوميه حقيقيه للمقاومه، لكن يوضع فلسفه يعني، لان هم بيعملوا فعل واحنا بنعمل رد فعل. المفروض هذا الفعل يقابله فعل كامل بخطط وبفلسفه وبرؤيه وبتايم تيبل بتوقيتات محدده عشان نقدر ننتصر. انا متاكد انه العقل في الاخر هينتصر، لان ده كله كلام جهل ومتجه للجهل. فبالتالي لو اقيمت خطه رائعه للتعريف بحقيقه الدين غير الخزعبلات اللي بتخش فيه، اكيد الناس هتصدق في النهايه. بس لازم نبدا بالاطفال لان بيترسخ فيهم هذا، وعشان تمحي ده من دماغهم ابدا. يعني انا في رايي الخطه تبدا بالطفوله اساسا ومدارس الطفوله اساسا. حركه الفن التشكيلي طبعا منتعشه وموجوده في الاقاليم، يعني في كل قصر ثقافه في قاعه عرض وفي فنانين تشكيليين، وبنشجع التشكيليين اللي هم ابناء المحافظات، لانه يعني ده مهم. انما البنالي دولي، لما هتشوفوا البنالي كده هتحسوا انه ما ينفعش بناء، لان ده بيتنص ما بقتش لوحات، بقى اعمال تركيبيه تركب وعشان تنتقل. هل في مكان؟ هل التركيب ده مش هيأذيها؟ لانها عمليه معقده جدا. لكن نفكر ان احنا نعمل حاجه مصريه تلف في الاقاليم، وارجو ان انا ابلغ يعني رئيس قطاع الفنون التشكيليه بهذا. الانماط المعماريه ده همنا الاكبر، لان انا قمت جهاز التنسيق الحضاري لاجل هذا. في الشك انه العشوائيات بقت 80% من كيان الوطن، ودي مأساة. حتى القصور والبناءات الرائعة اللي فيها بتحمل بصمات تاريخية رائعة بتهدم، واحنا بنوقف هذا الهدم. انما احنا امام مافيا رهيبة جدا من المجتمع والرأس المال اللي بيرشي يعني هي ما هو ده الحقيقة. اما دور السينما في الاقاليم، كان في حوار مع يعني في الحزب الوطني انا اتكلمت على ضروره وجود دور عرض في اقاليم مصر، مش بس عشان الناس، عشان الصناعه السينمائيه تنتعش. السينما دي عباره عن سوق، هي صناعه وفن وتجاره. السينما تنتعش عندما تزيد عدد دور العرض. عدد دور العرض هو السوق، يعني الدخل في الاخر. وانا ارى ان ابناء الاقاليم محرومين. يعني انت محتاج في الصعيد لدور عرض مكيفه وجميله كي يعني يرتدها ابناء المجتمع، وبدل ما يروحوا يبقى عندهم وقت فراغ حد فعلا يعني يتعامل مع ذهنهم في المسائل مضاده. السينما دي مطلوبه، وانا عندي مشروع لاقامه دور عرض سينمائيه في اقاليم مصر، وبشجع مجموعه من رجال المال لان هم دول اللي هيقدروا يعملوا الموضوع ده. وعلى فكره ده موضوع مش صعب، لكن المفروض عمليه اقناع رؤوس الاموال بانها تذهب الى الصعيد والدلتا كي تقيم دور السينما. شكرا معالي الوزير، وشكرا لكم، شكرا جزيلا. شكرا.